تخيل تتربى طول حياتك على ان انت المختار، وبسبب لحظة واحدة بس تتحول لوحش. ده اللي حصل مع تاي لونج في كونغ فو باندا. ازاي الاحساس انك تستحق حاجة يتحول لغضب يدمر كل حاجة، وامتى الغضب بيكون رد فعل وامتى يبقى هو الشخص نفسه. في الفيديو ده احنا هنفكك الغضب مش كإحساس بيعدي، لكن كرحلة بتبتدي بحلم وبتنتهي بهوية. تاي لونج ما كانش شرير من البداية، ده كان طفل اتربى على ايد شيفو، ومن اول لحظة كان واضح ان هو مختلف، سريع قوي وبيتعلم اسرع من اي حد. لكن الاهم انه ما كانش مجرد تلميذ، ده كان مشروع بطل. شيفو ما كانش بس بيدربه، هو كان بيبني فيه فكرة واحدة، ان هو المختار. كل حركة، كل تدريب، كل نظرة إعجاب كانت بتقوله نفس الرسالة، إن أنت التنين المقاتل. ومع الوقت الفكرة دي ما بقتش حلم، بقت يقين. تاي لونج ما كانش بيحاول يبقى هو الأفضل، هو كان شايف نفسه بالفعل الأفضل. وده فرق مهم، لأن في اللحظة دي أنت ما بتسعاش للحاجة، أنت شايفها حقك. لحد ما جه اليوم اللي كل حاجة فيها تتغير. تاي لونج بيقف قدام أوجواي مستني اللحظة اللي حياته كلها اتبنت عليها، لحظة الاعتراف. لكن اللي حصل كان العكس تماما. أوجواي قال له لأ، مش انت. تخيل لحظة واحدة بس كانت كفيلة ان هو يتجنن. كل اللي اتبنى في سنين وقع في ثانية. اللحظة دي ما كانتش مجرد رفض، دي كانت صدمة، لان تاي لونج ما كانش شايف نفسه بيطلب حاجة، هو كان بس بيستلم حقه. وفجأة الحق ده اختفى من غير ما حد يشرح له ليه، من غير ما حد يقول له هو غلط في ايه. كل اللي سمعه ان هو مش المختار. وهنا اول حاجة بتتكسر مش الحلم، لكن الفهم. فهمه لنفسه وفهمه للعالم. تاي لونج ما قدرش يستوعب ده، فرد فعله كان فوري، غضب. لكن مش غضب عادي، غضب واحد حياته كلها اتبنت على فكرة واحدة واتسحبت منه في لحظة. فبدأ يدمر القرية، المعابد، اي حد قدامه، مش لانه عايز يدمر العالم، لكن لانه مش فاهم هو فقد ايه. وبعدها تاي لونج بيتقبض عليه وبيتسجن. لكن القصة ما وقفتش عند لحظة الرفض. تاي لونج ما انتهتش حكايته وهو بيدمر القرية، هو اتحبس في سجن معمول مخصوص عشانه. سجن مش بس عشان يحبسه، لكن يمنعه حتى يتحرك. لحد ما في يوم وصل للسجن خبر واحد بس، ان التنين المقاتل تم اختياره. وفي اللحظة دي كل حاجة رجعت من اول تاني. تاي لونج بيقرر يهرب ويبتدي يتحرك، وهو في طريقه كان واضح ان هو ما اتغيرش ولا حتى هدي، ده بقى اخطر. بعدها الفيلم بيبتدي يدخلك في اول مواجهة حقيقية بتثبت هو بقى ايه فعلا. الفيوريوس 5 بيقرروا يوقفوه قبل ما يوصل للمعبد. هم طبعا مش اي حد، دول اقوى محاربين في الصين، وكل واحد فيهم عنده اسلوبه الخاص وعندهم تناغم مع بعض، وداخلين القتال وهم واثقين ان هم يقدروا يوقفوه. في اول اللحظات الشكل بيوحي ان هم مسيطرين على تاي لونج، لانه هو بيتضرب من اكتر من اتجاه ومش باين ان هو هيتحرك بسهولة. لكن الفرق بيظهر بسرعة. الغضب عند تاي لونج مخليه ما عندوش حدود، مفيش حسابات، مفيش خوف من الخسارة، وده بيديله الأفضلية لأنه الوحيد اللي في القتال اللي مش خايف يخسر. تاي لونج بيقف لحظة مش عشان يحتفل ولا حتى يبص عليهم، هو من البداية ما كانش شايفهم أصلا، لأن كل اللي في دماغه حاجة واحدة بس، إن هو يوصل، مش عشان يكسب لكن عشان يثبت إن كل الغضب اللي جواه كان صح. هو كان في طريقه لحاجة واحدة بس، للدراجون سكرول، مش كجايزة لكن كإثبات إن كل اللي حصل له ما كانش غلط. فيوريوس 5 اللي كانوا المفروض يوقفوه بقوا مجرد خطوة وعدى منها. وبعد ما يعدي من الجسر ومن غير ما يوقف لحظة بيوصل للمعبد، نفس المكان اللي بدأ فيه كل شيء. لكن المرة دي هو مش داخل كتلميذ، هو داخل كحد جاي ياخد حقه. شيفو بيكون مستنيه واقف لوحده، لكن مش كمعلم، لكن كشخص مستعد يتحمل نتيجة اللي عمله. المواجهة دي ما كانتش مجرد قتال، دي كانت مواجهة ما بين الماضي واللي بقى عليه دلوقتي. في البداية شيفو بيحاول يتكلم، بيحاول يوقف القتال قبل ما يبتدي، لكن تاي لونج ما بيسمعش، لأن الغضب بقى أعلى من أي صوت عنده. والقتال فعلا بيبتدي ما بينهم، سريع وقريب وعنيف، لكن مختلف عن الجسر. هناك كان بيكسر اللي قدامه، هنا هو بيكسر اللي وراه. كل ضربة فيها سنين متخزنة، كل حركة فيها حاجة اتقالت أو ما اتقالتش. شيفو بيحاول يدافع، بيحاول يوازن، بيستخدم خبرته. لكن تاي لونج مش زي زمان. في وسط القتال شيفو بيقول له أنا آسف. اللحظة دي كانت ممكن تغير كل حاجة، لكن للأسف ما غيرتش أي حاجة. لأن الغضب لما بيفضل جواك سنين ما بيبقاش محتاج اعتذار، بيبقى محتاج إثبات.
تاي لونج بيكمل وبيضغط وبيعدي لحد ما شيفو ما قدرش يوقفه، والطريق بيفتح فعلا قدامه. وساعتها بو بيوصل، مش بنفس الطريقة ولا حتى بنفس الطاقة، لكنه بيوصل. وتاي لونج بيبصله، مش شايف فيه أصلا خصم حقيقي، شايف فيه شخص ملوش مكان في القصة دي، والقتال فعلا بيبتدي ما بينهم. لكن الفرق واضح من أول لحظة، تاي لونج بيحارب وهو شايل كل حاجة، وبو بيحارب وهو مش شايل اي حاجة. وفي الاخر تاي لونج لما بيوصل للدراجون سكرول، اللحظة اللي ضحى عشانها بكل حاجة، بيفتحه ما بيلاقيش اي حاجة، السكرول فاضي. في اللحظة دي كل اللي كان واقف عليه اختفى، مش بس الحلم لكن السبب. لان لو السكرول فاضي يبقى كل اللي عمله ده ما كانش ليه معنى، وده اسوأ من الرفض، لان الرفض بيبقى فيه شوية امل ان في حاجة ناقصة، لكن هنا مفيش حاجة اصلا. تاي لونج ساعتها ما بقاش غاضب بس، هو بقى تايه، وده الفرق اللي اغلب الناس مش بتشوفه. الغضب في البداية بيكون ردة فعل، حاجة حصلت فانت بترد عليها، لكن مع الوقت الغضب بيتحول من ردة فعل لهوية. ولو رجعت لكل اللي حصل هتلاقي ان المشكلة ما كانتش في الرفض بس، المشكلة كانت ان في حاجة اعمق، ان تاي لونج ما كانش عنده غير حاجة واحدة بس يعرف نفسه بيها، التنين المقاتل. فلما الحاجة دي اختفت ما بقاش في حاجة تانية يمسك فيها، فالعقل بيعمل أبسط حاجة، بيمسك في أقوى إحساس موجود، الغضب، لأنه الإحساس الوحيد اللي بيدي شعور بالطاقة، بيدي شعور بالقوة، حتى لو كانت القوة دي هتدمر كل حاجة. وده اللي حصل فعلا. تاي لونج بيحاول يثبت ان هو صح، لكن الطريقة الوحيدة اللي عرف ان هو يعمل بيها كل ده كانت التدمير. وفي النهاية تاي لونج ما كانش وحش من البداية، ولا حتى الغضب كان المشكلة. الغضب ممكن يديك إحساس بالقوة، لكن عمره ما هيبني حاجة، بيخليك تفضل واقف في نفس اللحظة اللي كل حاجة فيها بدأت تبوظ. السلام عليكم، ازيك؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب بقى وبتاع عيديه وهدوم العيد وكده. 6 7. بس احنا عندنا مشكله النهارده. ايه ده؟ احنا عندنا سؤال النهارده. هل الغضب ده مشكله؟ في اراء بتقول ان الغضب ده ضروري جدا، وان احنا ما ينفعش نحارب من غيره، وشبهه بالقائد. بس في رأي رد عليه، قال له ان هو اخره يبقى جندي، وجندي فاشل. ليه؟ لانه طالما هو الجندي غاضب او بيعبر عن الغضب، فهو هيتجاهل اوامر القائد بتاعه. فاحنا عندنا العقل هو القائد، والغضب هو الجندي الفاشل. والرأي ده بيقول ان احسن علاج للغضب ان انت ما تبتديش الغضب من الاساس، لانه انهيار مؤقت للعقل. وده بيودينا لسؤال، هل العقل اقوى من الغضب؟ لا سيما ان العقل هو القائد او هو المتحكم في المشاعر، والغضب ده شعور. لو الاجابة طب ليه العقل بيحط حدود للغضب؟ ودي كانت حجته، دي حجة الرأي الاول. وفي رأي بيقول ان انت تكون غاضب ده شيء سهل، لكن ان انت تكون غاضب مع الشخص الصح وفي الوقت الصح وبالدرجة الصح وللسبب الصح، ده شيء مش سهل. فالرأي التاني بيقول ان انت من حقك ان انت تكون غاضب، وده شيء طبيعي، لكن في حالة اتطبقت فيها كل الشروط دي. وتالت رأي عندنا طبعا، انا قاعد مطول عليك بس ماشي الدنيا. 6 7 النهارده عيد، ماشي الدنيا. انا نسيت اشرب ميه. اياك حد يقول لي. وتالت رأي عندنا ان الغضب لو صاب الشخص النبيل، هو بيطلع في immediate reaction، تطلع كردة فعل فورية مباشرة في نفس الوقت، على طول على طول. وبيقول ان ده امر طبيعي، وانا شايف ان ده امر طبيعي، يعني المفروض ان هو يكون امر طبيعي يعني. انا من رأيي الشخصي اللي هو يحتمل الصواب او الخطأ، ان الغضب مش مشكلة من الاساس. بس احنا الاول لازم نفصل المشاعر وردة الفعل. المشاعر مش اوامر ليك. وكررها عشان لو حد عايز ينتقد. اوكي؟ انا شايف ان الغضب ده من انبل واسمى المشاعر اللي عند الانسان. لان تعالى مثلا نشوف كيس، مثلا ليتس ان في حد ضايقك، او لا مؤاخذة ثانيه واحده كده. هنقول مثلا ان احنا في كيس، هنقول الواد اللي تحت مجنني. انا مش فاهم الناس بتزعق في الشارع. هنقول مثلا ليتس مثلا، انتوا بتزغرطوا ليه؟ في ناس بتزغرط في الشارع يا جدعان. ليتس سي مثلا في كيس معينه ان في حاجه حصلت ضايقتك او زعلتك، الغضب بقى يطلع يقول لك ايه؟ برو في حد ضايقك يا برو؟
وات ذا فاك مان، في حد تعدى حدوده معاك؟ طلعني طلعني ارجوك. هو فعلا بيقول كده طلعني. هو بيبقى حاسس ان في حاجه تعدت حدودها، في حد جه على كرامتك او في حد زعلك، ايا كان هو بيطلع يحميك. الغضب بيطلع فعلا يحميك، يقول لك برو طلعني انا، سيب لي الرجاله دي على جنب، طلع سيبهم لي. احنا دلوقتي عندنا مشكله ان الراجل ده لو طلع هيعمل مصيبه، يا هيتجنن على حد، يا اما بقى خلاص بقى تاي لونج دلوقتي شينج شينج شينج. فحاجة زي كده انت المفروض تتصرف طبقا لقيمك الأخلاقية وليس كردة فعل. الغضب طاقة. 6 7 الغضب طاقة مش محتاجة ردة فعل، الغضب طاقة محتاجة إعادة توجيه. السؤال الصح مش هل الغضب ده مشكلة ولا لأ، السؤال الصح امتى الغضب يبقى مشكلة. وده اللي احنا شفناه مع تايلونج، لما الغضب يبقى ردة فعل. كبيش. هسيبكم مع بلوبرز، مش عارف البلوبرز دي حاطه. ستوب ستوب ستوب.